من الساعة 9، وأتصور أن كل مدن مصر دون استثناء كانت أشبه بشوارع خالية لمتابعة المنتخب المغربي العربي الشقيق الذي رفع طموحات العرب والأفارقة إلى مستوى لم يسبقه منتخب من قبل. مباراة النهاردة كلنا تابعناها أكيد، ولا أتجاوز في الحوار أن المنتخب الفرنسي في معظم أوقات المباراة كانوا أقزاما أمام المنتخب المغربي، واستطاع المنتخب المغربي أن يتلاعب بكل خطوط المنتخب الفرنسي، ووصل أكثر من 6 مرات داخل منطقة الجزاء، منهم 3 مرات أهداف مؤكدة، وكأن الفرنسيين قد سحروا أمام المرمى، شيء لا يصدقه عقل في الفرص العظيمة اللي أتيحت للمنتخب المغربي، وخصوصا لاعب عبد الرزاق اللي ذهب أكتر من مرة، البديل اللي نزل في الدقيقة 62 كان له فرص مؤكدة، وكورة أمام خط المرمى ما هيش عايزة تخش. أنا عارف أن التاريخ لا يذكر إلا الأرقام، والأرقام بتقول أن المنتخب الفرنسي قد فاز على المنتخب المغربي في نصف النهائي بهدفين نظيفين، ولكن نحن كعرب وأتصور كأفارقة لن ننسى على الإطلاق أداء المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم. هنتناسى تماما لغة الأرقام في هذا الوقت، ولن نتذكر إلا الأداء رفيع المستوى. منتخب النهاردة المغربي ما بيلعبش عشوائي، ما بيلعبش بحكاية الروح. انسى حكاية الروح، دي موجودة ومهمة لكن روح دون فنيات ودون جماعية على أرضية الملعب ودون فهم عميق لواجبات المراكز ودون تحركات واعية في كل أرجاء الملعب، الروح ملهاش أي قيمة خالص. النهارده المنتخب المغربي أدى أداء فخر لينا كلنا، والله لا أتجاوز على الإطلاق في الحوار، وما بحاولش أجمل الصورة على الإطلاق. الصورة في منتهى الجمال، سيبك ان جه هدفين، جه هدفين. الهدف الاولاني كلنا تابعناه، دربكه سريعه والنصيب في اول 4 دقايق، والجون الثاني في اخر 4 دقايق. لكن حط في الوسط ده كله المنتخب الفرنسي اقزام على ارضيه الملعب، اقزام. منتخب المغربي سيطره وهيمنه كامله. سبحان الله. يعني تخيل ان ديدي لما جت عليه الكاميرا اكتر من مرة اثناء سيطرة المنتخب المغربي، والله وشه اصفر. لما كانت النتيجة 1-0 وهو كمدير فني بدأ يشتغل في دماغه افكار ان لو المنتخب المغربي اتعادل دلوقتي هيبهدلنا، لان هذا كان السيناريو على ارضية الملعب. انا قبل المباراة بمنتهى الصراحة كنت خايف جدا، شأن ناس كتير عشان نكون صرحاء، لأن المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم وهزم مش عارف مين وهزم مين وعنده جيرو وعنده بابي وعنده جريزمان فأنا كنت قاعد أمام الشاشة خايف. لكن مع مرور الوقت أيقنت إن الخوف ده من شأن الجماعة اللي بيشجعوا فرنسا مع كل الاحترام. لكن انا قعدت وسندت ظهري وانا بتفرج على ملحمة مغربية عظيمة واداء مبهر للغاية وفنيات عالية جدا وتناقل الكرة بمنتهى السلاسة والاريحية والدخول داخل منطقة جزاء المنتخب الفرنسي بشكل غير طبيعي.
رغم معاناة المنتخب المغربي من مجموعة إصابات مؤثرة جدا. شفنا رومان ساس لما نزل ورابط فخده بالبتاعة وبعدين طلع مش قادر الراجل. شوف الرجولة، عنده شد في العضلة ونزل، ونصير مزراوي وغيره وغيره. النهاردة أنا بقول لحضراتكم المنتخب المغربي النهاردة بصراحة حطنا في مكانة أخرى أمام العالم كله، وأقول حطنا كمنتخبات عربية، لأنه ما كانش حد يتصور إن ممكن منتخب عربي أو إفريقي يصل إلى هذه المرحلة، ومن قبل هذه المرحلة يصل إلى هذا الأداء رفيع المستوى. وبدأنا نشعر هو ليه لا. قبل الماتش حطينا ايدينا على قلوبنا ان بابي هيكسر الدنيا، لكن لا وجود لبابي. يمكن كوره في الشوط الاولاني جري من ناحيه الشمال وقفلوا عليه ما عرفش يلعبها، والهدف الثاني اللي حطه ده نصيبه كده. لكن 90 دقيقه لا وجود لبابي. جريزمان كل ما يمسك الكوره يلاقي 3 مغاربه قدام رجليه، ما قدرش يشتغل الشغل بتاعه. جيرو نفس الوضع. النهارده جريزمان في اوقات كثيره جدا جوه ال6 ياردات بتاعت فرنسا بيدافع. تخيل المنتخب الفرنسي في نهايه الشوط الثاني بيضيع وقت. شفتوا الفرحه الرهيبه بعد الهدف الثاني بتاع المنتخب الفرنسي؟ شفت الفرحه الرهيبه كانت شكلها ايه؟ لان هم كانوا متوقعين في كل لحظه ان ممكن جدا المنتخب المغربي يتعادل، ولو اتعادل المنتخب المغربي كان اطاح بالمنتخب الفرنسي خارج المونديال. لابد ان نرفع رأسنا جميعا ان احنا منتخب عربي، ونرفع رأسنا ان احنا كنا عظماء في وجود العظماء، واصبحنا احد المنتخبات المصنفة عالميا. ومن ثم لابد أن نعلم من الآن فصاعدا أنه لا مكان للخوف، لا مكان لاعتبارات منتخبات كبيرة، بشرط أن يكون لدينا منتخب حقيقي. أنا بعد شوية هقدم روشتة لوزير الشباب والرياضة واتحاد الكورة. هقدم روشتة من هنا، من قناة اون تايم سبورتس، ومن هذا البرنامج. روشتة إذا اشتغلتوا عليها وما اديتوش ظهركم ليها هيبقى في أمل إن احنا يبقى عندنا منتخب قوي زي المنتخب المغربي. وأنا بقولها وأنا مش، لأن المنتخب المغربي ما هو منتخب عربي، وبالتالي ليه لأ إن احنا نخطو خطوات من شأنها إن احنا يبقى عندنا في يوم من الأيام منتخب على المستوى نفخر بيه كما نفخر الآن جميعنا بالمنتخب المغربي.